وأنا باختار إزاي أقدر أعرف إن الشخص ده هو الشخص الصح والّا لأ. وهنا أقدر أقول لِك إن الشخص الصح هنا ليها طريقتين في التقييم بيكمّلوا بعض، شخص صح لنَفْسه وشخص صح ليكِ، يعني مناسب ليكِ والّا لأ. والشخص الصح لنَفْسه بيعتمد هنا على قِيَمه وسلوكياته وعلاقاته عامةً، ولمّا باتكلّم عن القِيَم باتكلّم عن الخطوط العريضة فيها، الاحترام سواء لنَفْسه أو لغيره، الالتزام وده بيظهر في التزامه بشغله، التزامه بوعوده مع الناس أو مع نَفْسه، كمان سلوكياته ومعاملاته مع الناس، بيتعامل إزاي مع الناس اللي أقل منّه، بيتعامل إزاي وقت الغضب، بيعرف يتحكم في نفسه والّا لأ، بيتعامل كمان إزاي مع الناس الأعلى منه في المناصب والمستويات. وهنتكلم بقى عن علاقاته، فأهم علاقة هي علاقته بربنا عاملة إزاي، علاقته بأهله أمه وأبوه في البيت عاملة إزاي، علاقته بإخواته وأصحابه وهكذا. تبدأي تدوّري في ال3 نقط دول، القيم والسلوكيات والعلاقة. أمّا بقى الجزء التاني إذا كان هو شخص مناسب ليكِ أنتِ شخصيًا والّا لأ، لإن ممكن يكون هو شخص زي الفل ولكنه مش مناسب ليكِ. وعشان نعرف إذا كان مناسب ليكِ والّا لأ، نسأل بقى عن توافق القِيَم اللي ما بينكم أنتم الاتنين. هل أنتم الاتنين في قِيَم مشتركة مهمة عندكم؟ موافقتِك عن منظوره ورؤيته للحياة، لإن دي حاجة مهمة جدًا، اللي هو شايف الدنيا بصورة معيّنة وأنتِ شايفاها بصورة تانية ومش عارفين تتقابلوا، تبقى هنا فيها مشكلة. وكمان مهم أوي يبقى في توافق بينكم وبين خطط المستقبل، حتى لو المستقبل أنتم الاتنين مش شايفينه زي بعض، ولكن يكون على الأقل عندكم استعداد لتقبُّل خطط الآخر. حاجة مهمة جدًا ناس كتيرة ممكن تطنّشها، وهي الmatching ما بينكم في المستويات الاجتماعية والتعليمية والمادية. والmatching هنا مش معناه إن أنتم الاتنين تبقوا زي بعض، ولكن المهم إن ما يبقاش في فجوة كبيرة ما بينكم أنتم الاتنين. ونيجي بقى للتصرفات والسلوكيات، إيه مدى تقبُّلكم واحتوائكم لتصرفات وسلوكيات بعض؟ قادرين تتعاملوا مع بعض بسلوكيات مختلفة في أوقات مختلفة والّا لأ؟ والنقطة الأخيرة، هل أنتم الاتنين عايزين تسعوا إن أنتم تبقوا أحسن؟ هل متقبلين فكرة التغيير للأحسن أنتم الاتنين، والّا في حد منكم rigid ومش عايز يتحرك من مكانه؟ ولو في حد مش هيتحرك من مكانه، هل قابلين ده والّا لأ؟ بس كده.